انا صعبان عليه الحرامي العبيط اللي سرقني النهارده، ونفسي اعرف احساسه هيكون ايه لما يكتشف الشنطه اللي نتشها مني فيها ايه. انا كنت نازله النهارده ومعايا شنطه فيها زباله ورايح ارميها في الصندوق اللي على اول الشارع، وعلشان ما كانش عندي شنط زباله اضطريت ان انا احطها في كيس قماش شكله نظيف قوي، يعني اللي يشوفني من بعيد يقول دي شنطه براند طالعه من تاون تيم. المهم وانا ماشيه فجاه كده جه واحد بموتوسيكل ونتش الشنطه من ايدي وجري، وانا فضلت واقفه وما عملتش اي رد فعل، كنت مذهول. الناس كلها بصت وكانوا فاكرين اني متجمده من الصدمه، واللي جه يقول لي استعوض ربنا يا بنتي عشان يواسيني، ده غير اللي جري على السوبر ماركت علشان يجيب الفيديو من الكاميرات وينزله على الفيس، وانا كل ده ماسكه نفسي بالعافيه عشان لو اتكلمت هيتصدموا اكتر لما يعرفوا الشنطه كان فيها ايه، وان صعبان عليا الحرام اللي سرقها بعشم وهو فاكر نفسه لقي دولارات ولا ده. نفسي اشوف رد فعل وهو بيفتح الشنطه كده ويلاقيها مليانه بمبرزات بتاعت ابن الصغير اللي صلاحيتها منتهيه، اكيد قاعد دلوقتي بيعيط على نفسه بيقول وانا منحوس للدرجات دي. والمصيبه بقى ان لو اتقبض عليه بسبب الفيديو تخيل شكله عامل ازاي وهو بيتصور بالحاجه اللي سرقها. دلوقتي بقى السؤال عشان انا محتاره والله، لو اتقبض عليه وطلبوني عشان اكمل القضيه اسامحه عشان ما يتحبسش على سرقه البمبرزات، ولا اسيبه ياخد درس لعمره ويتسجل في التاريخ؟